ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفين ايه اكتر حاجة بتكسر؟ انك تكون انسان طيب والناس تفتكر انك مش بتحس. انا عمري ما كنت انانية ولا بحب اوجع حد، كنت دايما اختار السلام حتى لو على حساب نفسي. كنت فاكرة ان الطيبة امان، وان اللي يشوفك بتدي من قلبك هيخاف يخسرك، بس اللي حصل كان العكس. كنت بدي وقتي ومشاعري وطاقتي وحتى اعذاري، اسمع شكوى غيري واجل وجعي، اقول مش مهمة انا، المهم هما. لو غلطوا اسامح، لو قصروا ابرر، لو وجعوني اسكت. ما كانش ضعف لكن كان حب بزيادة. بس الطيبة لما بتزيد تتحول لتعب. لقيت نفسي تعبانة من غير سبب واضح، مخنوقة وساكتة وبضحك غصب. كنت موجودة للكل بس محدش كان موجود ليا. في يوم وقفت وسألت نفسي، هو أنا مين؟ ملقيتش إجابة. لقيت واحدة مرهقة، واحدة ناسية نفسها، واحدة فاكرة إن قيمتها في اللي بتقدمه مش في اللي هي عليه. اكتشفت إن مش كل اللي بياخد منك محتاج، ولا كل اللي بيقرب منك بيحبك. في ناس بتاخد الطيبة على إنها حق، بتاخد السكوت على إنه ضعف، وبتاخد وجودك كحاجة مضمونة، وأول ما بتتعب يمشوا. أكتر لحظة وجعتني مش عشان إنهم مشيوا، لكني كنت متوقعة منهم يفضلوا. كنت مستنية تقدير، مستنية كلمة، مستنية إحساس، بس اللي جه كان فراغ. ساعتها فهمت إن الطيبة من غير حدود اسمها إهمال للنفس، وفهمت إن اللي يحبك بجد مش هيخسرك، مش هيخليك دايما الطرف اللي بيتنازل، ولا هيخليك تحس إن وجودك تقيل. قررت اختار نفسي، مبقاش قاسية بس ابقى واضحة، ادي بحدود واحب بعقل، وامشي اول ما احس ان وجودي مش متقدر. مش كل اللي نخسره خسارة، في ناس خسارتهم راحة ومكسب. لو انتم شخص طيب ومتعودين ان تحسوا انكم دايما اللي بيتوجعوا، احب اقول لكم انتم مش غلط، انتم بس كنتوا في المكان الغلط ومع الناس الغلط. الطيبة نعمة بس لما تروح للي يستاهلها. اوعوا تكسروا نفسكم عشان تحافظوا على حد مش حاسس بيكم. قولولي ايه اكتر موقف خلاكم تحسوا ان طيبتكم اتفهمت غلط. لو القصص دي شبهكم وحاسين ان في حد بيتكلم عنكم، اعملوا متابعة واشتراك في القناة عشان نكمل الحكايات سوا، وسيبولي تعليقكم، يمكن قصتكم تكون سبب شفاء لغيركم. مع السلامة.